السلام عليكم الأصدقاء العائلة، نتمنى تكونوا جميعا بألف خير. نلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة. اليوم غادي نحضروا مع بعضياتنا عجينة كيش سهلة ناجحة صحية، ودخلنا فيها حتى الخميرة البلدية بدون دقيق أبيض، والأحسن نقدروا نعمروه بالملح والحلو. يعني اليوم تقدروا تستمتعي، يعني تقدري تستمتعي بالكيش بلا تأنيب ضمير. كيجي زوين بزاف وناجح ان شاء الله. جربوه وتبعوا الفيديو حتى الاخر باش إن شاء الله ينجح معاكم هاد ميني كيش. قبل ما ندخلوا المقادير والطريقة، هاد كويرات الطاقة أو معسلات رمضان كيجيو زويونين بزاف بزاف، فيهم واحد البنة زوينة بزاف، ساهلين، يعني فيهم منافع، يعني فيتامينات معادن، كيجيو زويونين بزاف في هاد الطريقة. غنخلي لكم الرابط ديال الفيديو في أول تعليق مثبت. راه هاد الكويرات زوينين بزاف بزاف، غير جربوهم في رمضان، غينفعكم بزاف. وهنايا قبل ما ندخلوا المقادير، هاد الكاكاو واحد الأخت طلبات منا النوع اللي كنستعمل. هاد النوع اللي كنستعمل زوين بزاف ديال برا، ديال فرنسا، راه غيتلقايه في مرجان، وتلقايه ماركة أخرى. ندخلوا المقادير وطريقة الكيش. بسم الله على بركة الله. غنحتاجو هنايا دقيق الفرينة البلدية، غربلتها ما خليتش فيها النخالة. وغنحتاج كأس ديال القمح الكامل، خليت فيه النخالة الرقيقة. غنخلطو. غنزيد ليه 80 غرام ديال الزبدة. كنحاول ندخل فيها هاد الزبدة. وغنزيد 2 ملعقتين ديال زيت الزيتون. وغنحاول ندخل هاد الزبدة والزيت في هاد الدقيق حتى يترمل. غنزيد هنايا ملعقة ديال الخميرة البلدية وقليل من الملح. والأحسن هاد الكيش نستعملوه للحلو والملح، يعني نقدروا نعمروه بالحلو والملح. هنا خدا ليا نصف كاس ديال الماء ديال العنبة. صافي كندوب هذيك الخميرة. حنايا ما بغيناش الكيش يخمر، بغينا غير يكون صحي، ندخلوا فيه هاد الخميرة غير تفاعل شوية البلدية. ما بغيناهش يخمر. الا ما عندكمش الخميرة البلدية، يعني بلا ما تستعملوا الخميرة العادية، عجنوه عادي بلا خميرة، حيت انا هنايا ما غنخليهش يخمر. صافي ملي جمعتو كتعرفوا هنايا عجينة الكيش ما كتحتاجش تعجن بزاف. صافي كندخلو للثلاجة واحد ساعة ونص باش ما يخمرش ليا، باش ما يخمرش ليا غير تفعل ديك الخميرة. صافي هنايا ملي دازت ساعة ونص غنطلق العجين ديالي. يمكن لكم تستعملوا هذا بلاستيك غذائي او ورق الطبخ. صافي كنقطعوه بالقطعه. القطعه تكون كبيره شويه على المولات اللي غندير ديال لي كيش. وملي نقطعوهم ما يكونوش رقاق بزاف ولا غلاظ بزاف، يعني بين وبين. ملي نحطوه في القوالب نحاولوا نضغطوه غير شويه باش ياخد الشكل ديال المول هكايا، ديال هاد القوالب ديال لي كيش. وما نضغطوش عليه بزاف باش يخرج لينا مقرمش وهش. صافي كنسخنوا الفران يسخن مزيان. صافي كنتقبوه هكايا بالفرشيط. كندخلوه الفران كياخد لينا واحد 20 دقيقه. ما نخليوش غير ياخد هذاك اللون الذهبي نحيدو. ما يطيبش لينا بزاف، حيت هنا بغينا العجين نحتفظوا به، اللي بغى يحتفظ به في المجمد. غير شويه هكايا. الا خليناه طاب مزيان، راه الا عاودناه عمرناه ودرناه ودخلناه للفران راه غيقصح لينا. وكما قلت لكم، انا عندي هنايا غير هاد الربعه. نحاول عاوتاني نعمر هادوك اللي بقاو ليا. وكما قلت لكم الخميره البلديه راه ما نخليوش يخمر، بغينا غير صحي، حيت كتعرفوا الخميره البلديه فيها فوائد بزاف. وبغينا هاد اللي كيش يكون خفيف على الجهاز الهضمي ديالنا. صافي غندخل اللي بقاو ليا للفران. صافي هنايا كملت الكميه اللي عندي.
ودرت هاد الشكيلة إلا عجباتكم، حتى هي كتجي زوينة هكايا، جمعتها من الجوانب وحطيتها، بقى ليا داك العجين كيجي هاش ومقرمش، ونقدروا نعمروه بالحلو والمالح. هنايا غنعمر بالمربى. هاد المربى ان شاء الله غنشاركو معكم بجوج مكونات كيجي زوين بزاف، بحال ديال الفراولة او الفريز. كيجي زوين زوين بزاف بزاف وما فيهش السكر. ان شاء الله نشاركو معكم. راه عندي الفيديو ديالي صافي، انا درت، انا بغيت غير تشوفوا كيفاش تشوفوا النتيجة ديالهم. عمرتو هذا بالحلو، عمرته بالمربى والبنان او الموز. نتوما لكم الاختيار، الكريمه اللي بغيتو او اي حاجه بغيتوها. المهم هادو يمكن لكم تحتفظوا بهم في المجمد، ديروا يعني كميه كثيره. هنايا الحلو انا درت السبانخ وشويه الدجاج وغنعمرهم. غير بغيت نشارك معكم تطبيق وصافي. درت لهم شويه الحليب والبيض اللي درت فقط، ما درتش الجبن. اللي عندكم، اللي موجود عندكم في الدار، الحشوة انت يعني لكم الاختيار. الا وصلتي لهنايا مازال ما اشتركتي في القناه، اشترك في القناه وخلي لي واحد لايك وتعليق زوين بحال، وشارك الفيديو مع الاصدقاء والاحباب. يعني هاد الكيش زوينين، يعني ناكلهم بدون تأنيب ضمير يعني. ما فيهمش دقيق ابيض. دخلنا فيهم الخميره البلديه، يعني كيجيو زويونين بزاف وساهلين. الا بغيتوهم نتوما غير الملح، يمكن لكم تضيفوا الزعتر في العجين، يمكن لكم تضيفوا بودرة الثوم أو البصل. يعني يمكن لكم تدخلوا النكهات إلا بغيتوهم غير الحلو. إلا بغيتوهم هكا المالح والحلو بلا ما ديروا والو في العجين. أنا درت الزعتر الزعتر درته في البيض والحليب، واستعملت الزعتر حتى في الحشوة. إلا دخلناهم عمرناهم دخلناهم الفران، كنخليهم غير 10 دقائق أو 15 دقيقة باش ما يقصحوش لينا، ونخرجوهم بالصحة والراحة. كيجي هكايا، كيجي زوين بزاف بزاف. غير جربوه ان شاء الله غيعجبكم. غنقطع معكم وحده. كيجي زوين بزاف وبنين بهاد الحشوه، بلا جبن بلا والو. اللي ما بغاش يضيف الجبن يدير يستعمل غير الحليب والبيض، هو حليب نباتي اللي ما كيقدرش ياكل الحليب البقري. والحلو كما قلت لكم يمكن لكم تعمروه باش اي حاجه بغيتو نتوما. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ويعجبكم هاد الوصفه، وتبارطاجيوها مع الاصدقاء والاحباب، ويعجبكم الفيديو، ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ونخليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.